السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم اقتراح واحد وصفة للغداء او للعشاء. مكونات بسيطة، طريقة سهلة. نتمنى ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتنال استحسانكم وتجربوها وتخليوا لي في التعاليق، ولا تنسونا من تعليق زوين ودعم للقناة. والسلام عليكم. بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هنا ان شاء الله عندنا البطاطس، انا خديت 6 حبات حجم متوسط، وانتم كل واحد يدير على حساب القياس اللي باغي اللي عنده ديال افراد الاسره. نقيت البطاطس غسلتها وكنبدا نقطع فيها شرائح بهذا الشكل، يعني ما يكونوش غلاظ بزاف، بهذه الطريقه هذه، ما يكونوش غلاظ، شي مليمتر تقريبا. صافي، وكندوز نغسلها مازال ونخليها تسقطر مزيان، ومن بعد كنزلها في واحد الاناء، كنضيف عليها اعشاب منسمه ديال البطاطس. هذه راه فيها اليازير وفيها الملح. صافي، كنحاول نخلط البطاطس مع هذاك الاعشاب المنسمه، ونزيد عليهم زيت بلديه، زيت زيتون. نحاول نلبس البطاطس كلها. صافي، ومن بعد كنجيب طاوه وكنفرش فيها ورق الطهي، وكنستف البطاطس بهذا الشكل. من بعد بطبيعه الحال ما رشيت شويه الزيت على في سطح الطاوه، غير باش ما يلتصقوش ليا. صافي، كنمشي بهاد الطريقه كنستف البطاطس، ماشي وحده فوق وحده، ولكن كيف ما كتشوفوا وحده حدا وحده باش كل حبه تاخذ حقها في الطياب. صافي، من بعد كندوزو نوجدو الحشوه. هنا في المقلاة درت القليل من الزبده والزيت زيتون، ضفت البصل، كنخليوهم يطيحوا واحد شويه، البصل طيح شوي. صافي، وكنضيفوا عليهم الكفته او الدجاج، داكشي اللي متوفر عندكم. من بعد كنضيف العطريه اللي عندي فيها ضفت الملحه، وكنضيف العطريه اللي عندي فيها التحميره، عندي فيها العطريه ديال الكفته، خرقوم، سكينجبير، فلفل اسود. نخلط المكونات جيدا وردهم على النار حتى تنسجم لينا الكفته مع البصل ويبداو يطيبوا شويه. صافي، وكندوز كنضيف الاضافات الاخرى. هنا عندي لي الشو اللي قطعته بهذا الشكل هذا رقيق، عندي الجزر وعندي القرعه الخضراء. من بعد ما طاحوا في الطياب، هنا زدت عليهم الدنجال اللي كنت شحرته غير بوحدو، شحرته ناشف وعدت فيه قليل من الزيت، وضفت الفلفل احمر واخضر واصفر، وضفت القزبر ومعدنوس. هذه البطاطس من بعد ما طابت ما خصهاش تحمر بزاف، المهم طيب ملي كنقيسوها بشي كوردون كيدخل في هذاك الكوردون، يعني طابت، ما خصناش نحمروها. هذه الحشوه هي حضرات، زدت فيها كيف ما شفتوا معايا القليل من الفرماج، وكناخذ الاناء اللي غنبدا ننزل فيه الوصفه ديالي. درت القليل ديال الفرماج في الاسفل، وكنستف بطاطا، كنحاول ندير الاطراف الكبيره هي التحتانيه، ولكن شي طريفات صغار ديال البطاطا كنديرهم في الوسط، لان غنديروا فوقهم الحشوه كيف ما كتشوفوا معايا. كاع اللي مثلا نص او صغيره ولا شي حاجه كنديروها الوسط. صافي، كنضيف القليل من الفرماج فوق البطاطس اللي ستفنا كيف ما غتشوفوا معايا. القياس ديال الفرماج كيبقى على حسب الاختيار. صافي، وكنضيف نصف الحشوه. هاد الوصفه صدقوني تتجي رائعه، يعني وما فيهاش خدمه بزاف، ما فيهاش مكونات بزاف. الخضره الخضره اللي حاضره. شحال من مره كنلقاو عندنا في الثلاجه مثلا دنجاله، جوج جزرات، بطاطا، يعني الخضره كلها تجمعيها تشحريها وديريها الطريقه. صافي، من بعد ما كنقاد سطح ديال النصف ديال الحشوه، كنضيف القليل من الفرماج، وكنضيف ما تبقى من الحشوه. كنحاول نبسطها حتى هي هكا باش تجينا بحال لاطارت مالحه. نحاول نقادها، نضيف القليل من الفرماج. صافي، وكندوز كنبدا نستف في البطاطس. بالنسبه لهاد المره هذه بطاطا كندير طريفات صغيورين، اللي نصاص هذا هما الاولين، عاد كندير الطروفه اللي كبار مقادين هما باش كنسد الوجه ديال الصفيحه. كيف ما كتشوفوا معايا نحاول نغطي جميع الحشوه ما نخليهاش تبان. صافي، وكنمشي بهذا الشكل هذا حتى كنكمل الوجه، نغطي كلشي الوجه ديال الصفيحه. كندير عليه القليل من الفرماج، كندخلوها للفرن اللي مسخن على درجه حراره 180 بسيستم ديال المروحه حتى كطيب لينا، لان المكونات كلها طايبه، خاص تحمر غير من الفوق شويه ويذوب الفرماج.
هنايا شوفوا معايا كيفاش كتجي معلكة بنينة رائعة مغذية، فيها ديري فيها الخضرة اللي بغيتي. يعني كاين بعض المرات الوليدات ما كيبغوش ياكلوا الخضرة، ينفوا يعرفوا القضية فيها بطاطا والفرماج راه كياكلوا. ما تنساوناش إخواني أخواتي من تعليق ودعمكم تيشجعنا، والسلام عليكم.